ازيك يا دكتورة منى؟ اهلا بروفيسور جورج، ازيك؟ أنا مبسوط إن إحنا بنبدأ الحلقات الجديدة مع بعض مرة تانية. إحنا قضينا السيزون الأولاني مع بعض بنتكلم على الأطفال، وأنا ودكتورة منى نتمنى إنكم تكونوا استفدتوا منه وطلعتوا معلومات حقيقية مفيدة وطبقتوها كمان على أولادكم. النهاردة هنبدأ سيزون جديد عن المراهقين، وهنتبع نفس النظام بتاعنا. هنقول حكاية بتبني الجسور بينا، هنتكلم عن نيورو ساينس وتطور العقل في كل مرحلة، وكمان هننهي باستراتيجية نقدر نطبقها على أولادنا. اتفقنا يا دكتور منى؟ حلقة النهاردة اسمها في بيتنا مراهق. أنا عجبني الاسم، زي ما يكون في بيتنا رجل، بس المرة دي في بيتنا مراهق، زي المعسكر اللي بيحصل لما بيكون فيه مراهقين، وبالتالي احنا بنشوف ده في لغة كل الناس اللي بنتعامل معهم كل يوم. بس أنا مش قادرة أفوت الفرصة إن أنا أسألك إنك تحكي لنا تاني القصة اللي أنت كنت بتحكيها عن ولاد خالتك. بصي، وإحنا أطفال أنا ولاد خالتي وكان عددنا 8، كنا شايفين إن إحنا أطفال مطيعين، وده جه لأن أهالينا كانوا بيوصفونا قدام الناس بصفات جميلة. كويس. إن إحنا كويسين مطيعين، بنذاكر كويس، بنطلع من الأوائل على المدرسة، بنتعامل مع بعض بطريقة كويسة، ما عملناش مشاكل في الطفولة، ما فيش أي حاجة كانت وحشة. بس أهالينا بدأوا يتكلموا إن هم قلقانين إن إحنا كلنا واحد ورا التاني داخلين في السن المراهقة، وكان الفرق بيننا سنة سنتين، فكان واضح إن كلنا هنخش سن المراهقة ورا بعض. بدأنا نسمع أهالينا. أوكي. اللي أنا فاكره كويس قوي، أنا وولاد خالتي وبنات خالتي قاعدين مع بعض تقريبا بنتحسر على اللي هيحصل لنا. ده فعلا صدقيني إن هنخش في سن المراهقة، هنبقى غلسين، هنتصرف تصرفات غير واعية، هنجيب مشاكل لأهلنا، هنجيب مشاكل لنفسنا. وليه أصلا ربنا خلق سن المراهقة؟ ما كنا نطلع من الطفولة الجميلة للشباب على طول. زي ما يكون إن النبوءة إن المراهقة دي سن كارثي. حقيقي. وللأسف أنا وإنتي بنسمع كتير قوي من الناس بيشتكوا إن أولادهم في سن المراهقة. بيجيلي ناس بسترس، ولما بسأل فيه إيه، هي تقول لي أصل أنا عندي 2 في سن المراهقة، كأن ده المصيبة أو الكارثة الكبيرة في العيلة. كأن المفروض إن الترم نفسه أو المصطلح نفسه يفهمك إن في مشكلة. بالظبط. عشان كده أنا وإنتي بدأنا الحلقة دي في بيتنا مراهق، في مشكلة. إحنا عايزين الناس تبدأ تشوفها بطريقة مختلفة شوية، تبدأ أكيد. تشوف ليه المراهقة مختلفة وإزاي نستفيد منها، وده اللي إحنا هنعمل عليه الحلقات الجاية والسيزن كله. بالظبط. ففي أفكار عن المراهقة متوارثة، وبتعمل لنا مفهوم خاطئ على اللي بيحصل. خلينا نبدأ بفكرة الناس بتوصف المراهقين بإيه؟ للأسف إن هم ليزي، كسولين، غير مسؤولين، بيتصرفوا من غير ما يفكروا، وساعات بنقولها بين بعض، بس كمان بنقولها لهم أنت غبي، تصرف تصرفات غبية، مش بتفكر، عينيك مش في وسط راسك، أنا زهقت. كلها كلمات سلبية. أنت متسرع، أنت ما بتوزنش الأمور كويس، ما فيش أي حكمة، أنت محتاج تكبر. كل دي إشارات أو كل دي حاجات بتحسسهم إن هم في حاجة غلط فيهم. وللأسف بندي لأولادنا في سن المراهقة نبوة أو فكرة على اللي يحصل في المستقبل. أنت مش هتعرف تفتح بيت، أنت مش هتنجح في حياتك. تخيل لو النبوة دي اتحققت، الأب والأم هيحسوا بإيه؟ مشكلة. لأن أنا متأكدة جدا إن الأب والأم اللي بيقولوا التعليقات دي لأولادهم مش قلة حب، هي بس فكرة مخاوف. إحنا بنقول مخاوفنا بصوت عالي لأن السبب فيه معتقدات عندنا علمية مش صحيحة. موضوع الهرمونات. فكتير ناس تكلمني تقول هو الموضوع كله هرمونات. بيكبروا يخشوا في سن البلوغ، تبدأ الهرمونات في الجسم تضرب في المخ، تصرفاتهم كلهم بايظة. هو الحقيقة إن الهرمونات فعلا بتزيد في وقت المراهقة، لأن بيبقى فيه تغيرات كتيرة جدا في الجسم بتحصل. بس أنا وإنت عارفين إن مش ده سبب اختلاف شكل قرارات في سن المراهقة. بالظبط. النبوءة التانية أو المتعارف عليه إن هم كمان ما عندهمش الحكمة ومحتاجين إن هم يكبروا فيتعلموا، أو ما أخدوش خبرة الحياة اللي موجودة عند الكبار، فدي بتبقى قلة خبرة، فبنقعد نوعظ فيهم ونقعد نشرح لهم ونفهمهم. لكن لو إحنا أخدنا وقت إن إحنا نفهم هم عقلهم بيفكر إزاي،
هنفهم اكتر ازاي نتواصل معاهم وده بطريقه فعاله وده اكتر. وده اللي هنعمله النهارده، مهم. لان كمان بيقولوا ان هم جسمهم كبر وعقلهم لسه اطفال. بنتعامل معاهم على انهم يعني كبروا في الشكل، لكن لسه عقلهم محتاج شغل اكتر او محتاجين خبره اكتر. وده المشكله عند الاباء اللي احنا بنشوفها، بيبقوا حيرانين. انا اتعامل مع المراهق كانه طفل مهم. ولا كانه كبير وبالغ وفاهم، مهم. فانا مش عارف هو فين بالظبط. بس احنا كان عندنا فكره كويسه ان فتره المراهقه هي زي موقع الانشاء، موقع البناء، بيبقى في دوشه، في أكيد. كراكيب كتير، في تراب، وفي كمان امكانيات للمكان ده يبقى حاجات كتيره قوي. بالظبط. انا لما بخش في موقع بناء انا نفسي ببقى قلقان، حاسس المكان مش منظم، ممكن اتكعبل في شيء، ممكن اي حاجه تقع عليك في اي وقت. ممكن اي حاجه تقع عليك في اي وقت. كمان عايز امشي بسرعه منه، مش مرتاح. لكن دكتوره منى زي ما انت قلتي، يمكن اللي انا بفشل شخصيا اشوفه الامكانيات. مهم. المبنى ده هيبقى شكله ايه لما Yeah. يتفرش، لما يكون فيه مدخل. فمرحله المراهقه زي موقع الانشاء، موقع البناء، في مرحله مش متظبطه شويه، العقل بس بيمر مهمه بتغيرات جدا كتيرة. علشان اوصل للمرحله الكامله اللي شكلها حلو. احنا عايزين نبرز اكتر فكره ان العقل بيمر بتغيرات كتيره قوي في المرحله دي، فالتعاملات والخبرات زي ما قلنا في الاطفال بالظبط، الخبرات اللي حواليهم بتشكل فيهم وبتشكل في قدراتهم. فازاي نستغل التغيرات اللي بتحصل في عقل المراهق، ان احنا نوضحها بالظبط. للناس، نشرحها لهم، وفي نفس الوقت نقول لهم ازاي يساعدوهم ان هي تتطور في الاتجاه اللي احنا عايزينه. من ناحيه تطور العقل او مهم. نيورو ساينس، في حاجتين بيحصلوا. اوكي. حاجه اسمها برونينج مهم. او التقليم زي ما بنقلم الشجره، وحاجه اسمها مايلينيشن او تطور غشاء الاعصاب. البرونينج ده زي ما بنقلم الشجرة، احنا بنبقى عايزين الشجرة تكبر في اتجاه معين، فبنقصقص منها شجر علشان يبدأ يكبر أكتر. اللي بيحصل في العقل إن في أعصاب ما كناش بنستعملها بتبدأ تضمر وتقل، وفي الأعصاب التانية اللي بنستعملها أكتر، وده بيبقى عن طريق الخبرات اللي هم بيعيشوها سواء في التفاعلات الاجتماعية أو مهارة هم بيمارسوها، بالظبط. بتبدأ تتطور وتتقدم، وبنشوف في تطورات كتيرة جدا في المهارات ديت. الرائع جدا. انت عارفه عني ان انا بحب الزراعه وبحب تقليم الاشجار. الغريب قوي، انا بحط لبس الجنينه بتاعي وبطلع اشتغل وباخد المقص بتاع الزراعه وببدا بنفسي اشوف الفروع الضعيفه او الميته وابدا اقلمها عشان الفروع التانية تنمو وتجيب ثمر. الرائع جدا في عقل المراهقين ان المخ نفسه هو اللي بيعمل كده اوتوماتيك من غير ما اروح واقص. اللي بيحدد التقليم دوت سرعته قد ايه هي الجينات المتوارثه، لكن شكل التقليم دي الخبرات. عشان كده دي حاجه مهمه قوي. فعشان كده لازم نحترم فكرة استعدادهم الوراثي أو القدرات اللي عندهم حاليا، والحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها، وازاي نقدر نساعدهم ان هم يطوروا المهارات ديت. الحاجة التانية اللي احنا قلناها فكرة المايلينيشن أو الغشاء اللي بيحوط الأعصاب. احنا الأعصاب بتكون موجودة، بس بعد كده بيبدأ يتطور غشاء حواليها. الغشاء ده بيبقى هدف منه ان هو بينظم النبضات او سرعة النبضات اللي بتروح من مكان لمكان في العقل. ده اللي هو اسمه المايلين شيث او غشاء المايلين. ده احنا بنشبهه بفكرة لو انت عندك مدينة كبيرة جدا وبدأنا ان احنا نعمل حفر في المدينة ديت علشان نركب اشارات، فبيكون في تعطيل في حاجات كتيرة قوي، بس علشان الهدف منها بعد كده ان السير المرور يبقى اسلس واسرع واسهل وواضح اكتر. وده بياخد وقت، لكن الشكل النهائي بيبقى احسن. وكمان يمكن نفتكر زي الابجريد بتاع الانترنت. كل مره بيحصل ابجريد كلنا بنقلق لان بيحصل اضطرابات. بالظبط، بيبقى فيه انقطاعات كتيره، فانت بتبقى عايز تنظم وقتك حوالين الانقطاعات ديت عشان ما تاثرش عليك بقدر الامكان. بس دلوقتي احنا وصلنا ل 5G، في حد عايز يرجع ل 3G تاني؟ مع ان الناس كانت خايفه من ال 5G. طبعا. زي بالظبط ما كان كل ولاد خالاتك خايفين من فكره المراهقه. بالظبط، كلنا خايفين منها، وخايفين على اولادنا وخايفين على نفسنا ان اولادنا يكونوا في المرحله دي. بس دي مرحله مهمه جدا للانشاء وتدريب المخ. في جزء كمان الناس مش دايما بتبقى واعيه ليه، ان انا بشوف مرحله المراهقه على حسب ما انا كمان مريت بيها. ده مهم.
الأب والأم مروا في مرحلة مراهقة أو شافوا مراهقين تانيين أو حصل في المرحلة دي من حياتهم كان في اضطراب، هم نفسهم كانوا متلخبطين في حاجات كتير، وإحنا عارفين إن هو الأفكار بتبقى ملخبطة، المشاعر بتبقى ملخبطة. فإحنا عشان كده قررنا إن إحنا هنقول إن في 5 صفات في المراهقين، ولخصناهم بإن هم بيبدأوا بنفس الحروف بتاعة كلمة مراهق. فكل حرف من مراهق هيدينا فكرة عن خصائص، وهنتكلم على التطور المخ عنها وإزاي إن إحنا ننميها. بالظبط. فأول حرف مراهق، أول حرف الميم، ودي المشاعر الجياشة. من ناحية حاجة حلوة قوي إن المراهقين بيضحكوا وبيهزروا وعندهم أفكار جميلة ونكت حلوة قوي، في حب، في عاطفة، وفي نفس الوقت في غضب أكيد. وفي حزن وفي زعل جامد قوي على حاجات بسيطة في أوقات. الأهالي لأول مرة في حياتهم هيسمعوا كلمة أنا بكرهك في سن المراهقة، بصراحة بتوجع، بس في نفس الوقت هيشوف أولادهم بينموا حاجات كويسة. فميم مشاعر جياشة. حرف الراء روابط اجتماعية. احنا عايزين الناس تفهم ان في المرحلة المراهقة شكل الروابط الاجتماعية وأهميتها بتتغير. الأولويات في الروابط الاجتماعية شكلها بيبدأ يتغير، وكمان إزاي نقدر نساعدهم في الموضوع ده في الوقت ده. وأنا بشوف كتير من الأهالي، وهنشرح الموضوع ده أكتر في الحلقات الجاية، زعلانين قوي قوي لأن أولادهم في سن المراهقة روابطهم الاجتماعية أكتر مع صحابهم، بقى طول الوقت برا البيت، طول الوقت برا البيت أو في أوضتهم. حرف الألف إبداع. وإبداع دي حاجة حلوة قوي، لأن في السن دوت مع التأليم ومع المايلينيشن اللي بيحصل، المخ بيبدأ يتحرك بطريقة أفضل يمكن من كبار السن. فبنحس إن هم أفكارهم برا الصندوق أو غريبة شوية. جميل. فالبرا الصندوق ده مفيد. وهنتكلم عن الناس اللي عملوا جوجل واللي عملوا فيسبوك، بس ساعات يا دكتورة منى بتبقى برا الصندوق قوي بالظبط. وبتخلينا نتخض. عشان كده وجود الكبار حواليهم بيساعد. حرف اله. حرف اله في هوس بالجديد. هم بيبقى عندهم حب استطلاع، بيبقوا عايزين يجربوا حاجات جديدة كتير، فده بيساعدهم ان هم يطلعوا برا البيت، يستكشفوا، يعمروا، وده ساعد تطور البشر على مدار القرون والسنين. بس في نفس الوقت الاهالي هيقولوا لك متعلقين قوي بالترندز، بالبراندات، بالحاجات الجديدة. وانا طبعا عديت مرحلة المراهقة من زمان، لما بحاول ابقى كول واتعلم حاجة من بتوع المراهقين، بعد ما اتعلمها مش ملاحق، بعد ما اتعلمها شهرين 3 يقولوا عليها ايه، بقت قديمة. في جديد كل يوم، في هوس بالجديد كل يوم. حرف القاف. دي قواعد استكشافية، ومش بس بستكشف اللي حواليا، بستكشف نفسي، بستكشف مشاعري، وكمان بستكشف علاقاتي بالآخرين. وده إن شاء الله هنقضي يمكن حلقتين فيه، لأن ده موضوع مهم قوي. دي المرحلة اللي بيبقى فيها أنا بفهم إيه هويتي، وإزاي الهوية ديت بتتناسق مع علاقاتي بالزبط. والمجتمع اللي حواليا، وده هيحدد شكل علاقاتي في المستقبل. سن المراهقة داخل بعد كده مرحلة حب وجواز ووظيفة وأولاد، فمهم جدا أفهم دوت قبل ما أخش في المرحلة اللي جاية. طيب إحنا شرحنا المراهق، دلوقتي إحنا حابين الناس تعمل إيه؟ إحنا كل مرة بننهي بإيه؟ باستراتيجية. بس المرة دي واجب. الاستراتيجية بتاعتنا اسمها إيه؟ رأيك بيشكله. رأيك بيشكله. زي ما قلنا، الطريقة اللي أنا بكلمهم بيها، الطريقة اللي أنا بشرح لهم بتشكلهم، والطريقة اللي بتعامل بيها معاهم، سواء في إشاراتي، في حركاتي، في كلامي عنهم مع الناس التانيين. يعني أنا بسمع كل يوم ابني بيعمل، بقولها هو أنت بتتكلمي كده قدامه؟ تقول لا أنا مش ممكن أقول كده قدامه، بس هو حاسس ده بطريقة أو بأخرى. هم حاسين. وساعات عشان نبقى في أمانة بيننا وبين بعض، ساعات بنقول لهم الكلام ده بطريقة مباشرة، واللي أخطر من كده بنقول الرأي ده بطريقة غير مباشرة، وأنا بتكلم مع أخويا، وأنا بتكلم مع أختي، وأنا بتكلم مع صاحبي، وبوصف ابني أو بنتي اللي في سن المراهقة، وهو المرة دي سامع. ده بيأثر فيهم. فإحنا عايزين الناس تبقى واعية أكتر إن رأيهم بيشكل المراهق اللي موجود معاهم في البيت، فطالبين منهم إن هم يعملوا حاجة عبارة عن 4 خطوات. 4 خطوات. أول حاجة يقعد مع نفسه ويفكر، أنا شايف المراهق اللي في بيتي أو اللي في حياتي ده بأي شكل، وأحاول أكتب حتى الوصف بتاعي. ليه؟ لو أكتب الوصف دوت هيبقى تأثيره عليا أحسن، هشوفه قدامي هيبقى بالزبط. أقوى. تاني حاجة أبدأ أفكر
ازاي افكاري او رؤيتي للمراهق دوت مأثرة على تفاعلاتي معاه. بالظبط. ورقم 3 عايز اشوف ايه المهارات اللي انا عايز اعلمها لهم، ايه اللي هعمل، الحاجات اللي هعملها تأليم والحاجات اللي هتكبر فيهم. رقم 4 ازاي انا اعلمهم كده، وايه اللي اركز عليه عشان يطلعوا بالشكل اللي احسن صورة ليهم. اتكلمنا النهاردة عن عقل المراهق وازاي ممكن يكون فيه امكانيات كتيرة، لان دي مرحلة تغييرات، وازاي نستغل المرحلة دي في ان احنا نعلمه مهارات كتيرة. هنتكلمكم اكتر عن كل مهارة من دولت الحلقات الجاية. تابعونا، نشوفكم الخميس الجاي. في بيتنا مراهق بنتعرف مع بعض على التغيرات اللي بتحصل في فترة المراهقة. اتكلمنا عن مصطلحين بيعبروا عن التغيرات. المصطلح الأول هو البرونينج أو التقليم، وده بيعبر عن عملية الانتقاء اللي بتحصل للأعصاب، يعني المراكز الأساسية واللي بنستعملها كتير بتتطور، والأعصاب اللي بنتجاهلها بتضمر. المصطلح التاني هو المايلينيشن أو الرصف والتمهيد، وده بيهيئ الأعصاب إنها تكون أسرع وأكثر فعالية. هنشرح في الحلقات الجاية إزاي ده بيشكل في صفات المراهقين. الميم مشاعر قوية وحادة، الراء روابط وتأثيرها، الألف إبداع المراهقين، اله هوسهم بالجديد، القاف قواعد استكشافية. وعلشان رأيك بيشكلهم، حابين نشجع كل حد عنده مراهق في البيت: 1 يبص جواه إزاي بيشوف سلوكه وشخصيته، 2 إزاي رؤيتنا ليهم بتأثر على التفاعلات ما بيننا، 3 أفكر أنا عايز ابني أو بنتي يكونوا إزاي، 4 إزاي أقدر أساعدهم وأدعمهم يتعلموا المهارات دي.